مصدر بالأهلي ليارلا كورة. لا توجد عروض لأكرم توفيق وهو عنصر أساسي في تكوين فريق المستقبل. كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن أنه لا توجد أي عروض رسمية لأكرم توفيق الظهير الأيمن لأبناء الرداء الأحمر. وقال المصدر في تصريحات خاصة ليارلا كورة: لا توجد أي عروض رسمية أو ودية وصلت لضم اللاعب. وأضاف: من الطبيعي مع تألق لاعب بحجم أكرم توفيق أن يتحدث بعض الوكلاء لاستبيان رغبة النادي في إمكانية احترافه. وأوضح أكرم توفيق لاعب مهم للفريق وهو أحد أهم الأعمدة نحو بناء هيكل للمستقبل. أمر رحيله ليس مطروحا للنقاش من الأساس ولن يتم التفكير فيه. وتابع أن أكرم توفيق يحظى بتقدير كبير من إدارة الأهلي وعلى رأسها محمود الخطيب، ولم يصل شيء رسمي للنادي حتى نناقشه. الأهلي يعلن وليد سليمان نائبا لقطاع الناشئين ومعايشة في برشلونة وليفربول لتأهيله. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين وليد سليمان لاعب القلعة الحمراء السابق نائبا لرئيس قطاع الناشئين بالنادي. وكشف النادي عبر موقعه الرسمي عن إعداد وليد سليمان ليكون أحد الكوادر المؤهلة بقطاع الكرة في المستقبل القريب. وأضاف الأهلي أن هذا جاء بناء على الجلسة التي عقدها محمود الخطيب مؤخرا مع وليد سليمان، وسوف يقوم الأخير بمعايشة مع فريق ليفربول الإنجليزي ثم معايشة أخرى مع برشلونة الأسباني. هذا فضلا عن قيام سليمان في الفترة الحالية بالحصول على بعض الدراسات من الجامعة الأمريكية، وقبلها حصل على دورة الفيفا من جامعة القاهرة. النادي الأهلي يهنئ الجماهير المغربية الشقيقة بالتأهل التاريخي لثمن نهائي المونديال. النادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضاؤه وجماهيره يتقدمون بخالص التهاني للمنتخب المغربي الشقيق وكل الجماهير المغربية والقائمين على المنظومة الكروية بمناسبة التأهل عن جدارة إلى دور 16 في بطولة كأس العالم التي تجري على الأراضي العربية في قطر. المنتخب المغربي أسعد كل العرب. محمد صلاح ينافس هالاند على جائزة مميزة في عام 2022. ينافس نجم فريق ليفربول محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2022 المقدمة من صحيفة ميرور الإنجليزية. ووصل صلاح مرة أخرى إلى القائمة النهائية لعام 22 ولكنه يواجه منافسة ليس فقط من الدوري الإنجليزي الممتاز ولكن من الفائزة ببطولة أوروبا للسيدات باسمت. رشح الصحفيون لاعبين من جميع أنحاء الدرجة الأولى في كل من لعبة الرجال والسيدات، والتي تم تقليصها بعد ذلك إلى قائمة مختصرة من 9 لاعبين. المصري يفرض التعادل على الزمالك ويمنعه من المربع الذهبي. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك بثنائية لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز. وتقدم نادي الزمالك بهدف مبكر سجله لاعبه إمام عاشور قبل أن يتعادل لاعب المصري عبد الرحيم دغموم بهدف في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق. وعاد الزمالك للتقدم في الشوط الثاني بهدف سجله لاعبه عمرو السيسي في الدقيقة 56 قبل أن يتعادل أحمد الشيخ للمصري في الدقيقة 60. ورفع الزمالك رصيده بهذا التعادل للنقطة 8 بفارق نقطة عن الاتحاد والأهلي صاحب المركزين الرابع والثالث، فيما رفع المصري رصيده إلى النقطة 5 في المركز التاسع.